يا صباح الحنتي، الموضوع خرج من ايدينا ودخل في مرحلة مأساة كوميدية. بيبيه النتن ابن اسرائيل هلهولة طلع مسرح وبقى الكل بيحفل عليه، حتى العيال الصغيرة اللي عاملة بيبيه على نفسها بقى في وضع لا يحسد عليه. ده كمان مش بس الحكومة بتاعته بتتشقلب، لا ده ماما أميرة ذات نفسها خلته يبان قدام الناس كأنه عيل صغير في الإعدادية وما عملش الواجب، والمدرسة أميرة طلعته يتذنب على الحيطة وشه للسبورة وطيبة قلبه لزمايله والبقعة قد كده في البنطلون بيبيه وعامله على نفسه. القصة يا سيدي بكل بساطة ان ماما أميرة وبكل هدوء قدرت توصل لاتفاق مع سماح. سماح وربنا سماح اللي انت قصدك عليها. ايوه يا سيدي، تلم الشامي على المغربي. سماح اللي بقالها شهور في مواجهة مفتوحة مع إسراء والوضع بينهم كان في منتهى الحنتي. أميرة بقى طلعت واحد من أهم الأسرى عندهم، عيدان إلكسندر. عيدان مين؟ عيدان ده زي عيدان الكبريت بالظبط اللي ولعت ما بين إسراء وأميرة. ده مش أسير والسلام، ده أمريكي على إسرائيلي، يعني مواطن بكارتين. أهو اللي زي ده يطلع بطاقتين تموين، بطاقة في أميرة والتانية في إسراء، يعني ده ما يتفرطش فيه بسهولة. ده راجل بوشين قد الدنيا. عيدان ده لقطة، ده ولا عود البطل. وده بالذات ما كانش حد متوقع إنه يطلع غير بجبهة كاملة تتفكك، لكن أميرة عملتها. واللي يضحكك إن هم بلغوا إسراء بالاتفاق بمكالمة. والله زي ما بقول لك كده، ما كانش فيه بقى مؤتمر ولا تنسيق ولا حتى دعوة زي بتاعة الفرح، مجرد مكالمة على الماشي. الو، جبنا ابنكم، شالوم عليكم. ساعتها الدنيا قامت وهاجت. الشعب بتاع إسراء نفسه ما استوعبش، دماغهم خلاص قفلت وبقت حنبلي بالسجق. قالوا لك يعني الحكومة بتاعتنا بقى لها 7 شهور خارجة داخلة خارجة، انا بقصف، انا بضرب بيان، انا بزرط، لا استنوا الضغط العسكري هو اللي هيرجع الأسرة. وفجأة أميرة تطلع تقول لها يا إسراء ريحي طيبة قلبك يا ماما، احنا جبنا الولد. وراحت رقعة زغروطة. الناس في إسراء بدأوا يسألوا هو احنا فعلا عندنا حكومة ولا ده مجرد ذكاء اصطناعي؟ حتى أهالي الأسرة طلعوا يتكلموا ويقولوا إيه بقى؟ يعني أميرة اللي ما عندهاش ولا واحد من ولادها جوه غزة قدرت تتفاوض وتنجح، والحكومة بتاعتنا أصحاب الشأن لسه بتدوروا على باب الخروج من نفق؟ يا حكومة هافة يا خونتي أحمد يا عمر. عامل كده بالظبط زي اللي عنده عربية وعارف عيبها بس مش قادر يصلحها، يجي واحد تاني من وراه ياخد المفتاح ويطلع بالعربية يصلحها هو ويرجع، وتلاقي في الآخر النتن واقف جنب الكبوت يقول لك أنا كنت هفك الموتور كله. عايز العربية تفضل راكنة في قعدتها في ورشتها على حجة التصليح. وهنا بقى جت الضربة الكبيرة، لأن اتفاق ماما أميرة فضح النتن وبان إن النتن مش فارق معاه الأسرة اصلا. الراجل كل اللي شغله انه يفضل في الحكم، عايز اشيل موتور العربيه واقعد. يعني كل القصف والدمار ده كله ما كانش عشان ولاد الناس الاسرى، ده عشان الكرسي. وده خلى الغضب في الشارع بتاع اسراء يوصل لاعلى درجاته، لانه خلاص كده بقى في دليل عملي واضح ومحدش يقدر ينكره ان الخربقه اللي بتحصل من الجيش بتاع اسراء للكرسي. يا عم كنت هتقولوا كرسي حمام وخلصوا. الكوميديا بقى والصرم لما تيجي تداري كسفتك وخيبتك التقيلة يا هلهولة، وتلاقي في وسط المدعكة دي النتن يطلع يقولك بكل بجاحة أنا مفيش خلاف بيني وبين أبو حنان، مامتك بتسف حبهان. النتن بيحاول يعمل نفسه ما يعرفش حاجة، مع إن أبو حنان نفسه هو اللي خبط عليه الباب وقال له فكك أنا هتصرف. ببساطة شديدة نفض له وتصرف لوحده. اللي بيأكد ده إن الاتفاق حصل فعلا. انا ما بجيبش اخبار من عند ام ايمن. والاسير خرج والناس اتبلغت، والحكومه بتاعت اسراء يا عيني ما كانتش في الصوره. اميره كانت بتتصور مع سماح واسراء بره الصوره، واميره مد ايديها بره الصوره وعامله الاسراء كده. ام العروسه ما حضرتش فرح بنتها، كانت بتعمل بوتوكس في مناطق حساسه. وده خلى موقف ام العروسه اقصد النتن بايخ جدا، شكله بقى كلوك
يعني لا هو رجع الأسرة ولا هو حافظ على صورته ولا حتى قدر يقول أنا اللي عملت كده. ولما بدأ بقى الإعلام بتاع إسراء والإعلام العالمي بالكلام ده، النتن دخل في مرحلة الإنكار التام. معرفوش، ما شفتوش، صحي من النوم لقى نفسه في برنامج رامز جلال وهو عارف المعنى. يقول لك لا يا رامز والنبي يا رامز نزلني يا رامز، لا 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 ما بحبش الحاجات دي يا رامز، يلا ينعدني يلا يا ابني دي. اللي زود الطينة بلة بقى ان الخطوة اللي حصلت دي يعتبر كانت ذكية جدا من سماح. هي سماح اللي انت تقصدها، اللي طول الوقت كانوا بيتصرفوا بعشوائية ومن جوه الماسورة. المرة دي لعبوها سياسة صح، وعرفوا يحرجوا الحكومة بتاعت الهلهولة إسراء وقدام شعبها وقدام العالم وقدام حليفها الأقوى. ودي أول مرة في حياتها سماح تحقق مكسب سياسي. يعني مش بس رجعوا الأسير، لا دول سحبوا البساط من تحت النتن وخلوه يظهر قدام العالم إنه سلبوتة وإنه مش في الصورة أصلا، واللي في الصورة أميرة وبس. يعني تخيل كده الهلهولة إسراء بكل حكومتها بجيشها وبكل أجهزتها واقفة تتفرج، وأميرة جايبة الأسير وبلغتهم بعد ما خلصت. النت لسه بيقول لك الضغط العسكري هو الحل. انا شايف بقى الحل في الحفاضه اللي هي بتبقى 8 طبقات عشان ما تسربش زي ما سربت ميه كتير كده في خط بارليف، وبالخرطوم وشيرها له.